أتشرف اليوم بإعلان شخصية العام الثقافية للعام 2016 الفنانة القديرة ريم بنا. واحدة منهم عرفت. ريم تختصر كل ما نريد قوله عن فلسطين وعن نضال فلسطين وعن المرأة الفلسطينية وعن ماضينا وغدنا وحاضرنا. لا يكفيها القول، ولكن إعلان أن تكون شخصية العام الثقافية للعام 2016 هي خطوة تقديرية ورمزية لهذه الفنانة القديرة. أدعو إلى المنصة دولة رئيس الوزراء والدكتورة ليلى غنام لتسليم درع يوم الثقافة الوطنية لشخصية العام. شكرا دولة رئيس الوزراء، شكرا دكتورة ليلى، شكرا دكتور إيهاب. تفضلي ريم. بدي أشكركم على حضوركم. سعادة وزير الثقافة دكتور إيهاب سيسو بدي أشكرك كثير، واللجنة اللي تم كما أخبروني يعني إنه تم تصويت بالإجماع على هذا الخيار، بشكرهم كمان. أنا بس بحب أقول لكم أنا منيحة، صحتي منيحة. للأسف المشكلة الوحيدة اللي بالنسبة لي عن جد عائق هو الإشي اللي صار بصوتي، واللي لحد الآن ما في سبب واضح، سبب مجهول يعني ليش هيك صار. هو شلل بالوتر اليساري. انتوا بتعرفوا انه صوتي كان سلاحي الوحيد، سلاحي ضد الاحتلال، ضد الكيان الصهيوني، ضد إرهاب الدولة الصهيونية اللي قتلت وشردت وذبحت وحاصرت ونفت وما زالت تمارس أبشع جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. ولكن مش إذا مش عم بقدر أرجع أغني هذا لا يعني إنه سلاحي صعب. سلاحي أكيد لم يسقط. لأنه بحضوري ووجودي وفي عندي كتير الأشياء اللي بقدر أقدمها وأستمر في خدمة شعبي، في خدمة فلسطين. فلسطين هاي اللي كانت ولا تزال الوحي الأول والأخير لإلي. فلسطين الخطوط الحمراء. فلسطين لما بحكي عنها أنا بحكي عن فلسطين الكاملة التاريخية من الشمال للجنوب. ولا مرة أستمر، ولا مرة فرقت، ولا مرة قلت أنا فلسطينية 48 تابعة لهون أو لهناك. بالنسبة لي هذا التكريم هو لفلسطين التاريخية، هو لكل الأسرى والمعتقلين، لروح الشهداء، لكل اللاجئين اللي بنستناهم يرجعوا على فلسطين بلدهم. آخر شيء بس بحب أقول لكم، رغم هاي الصعوبة اللي بصوتي أنا رح أستمر
وراح يضل صوتي سيف قاطع وحاسم على رقبة الاحتلال. شكرا لكم.